شامل، ولما لا تكوين كذلك. شكرا سيد الرئيس. الحقيقة اليوم حبيت نحكي في موضوع يهم الأمن الغذائي وسيادة تونس. اليوم حبيت نحكي في موضوع يهم التوانسة الكل وحاجة معناها حياتية. مشينا قمنا بزيارة ميدانية مع لجنة الصناعة مشكورة لشركة اللحوم بالوردية تونس، وما راعنا إلا كمية التجاوزات والخروقات، فساد مالي إداري، ولكن تلاعب بصحة المواطن، كوارث بيئية بالجملة. اليوم حبيت نوري للتونسي هذايا حاشاكم الدم متاع الذبايح وين يتخزن وين يقعد. لا، وجابوا اجتهاد وعملوا ماكينه باش تنظف، هكا خرجت حاشاكم الوسخ وخليته على جنب. باهي جينا مشينا شفنا نلقاو اعوان مشكورين، قالوا لي مدام سيرين بربي كبش في الكور القدم وامشي شوفهم. قالوا لنا راهي مسكره وملحومه بالسور. خذينا ونقزنا من السور وطلعنا. عاو شنو صورت؟ 40 كوري مهجور، بنيه تحتيه هايله مكدوده ولكن مهجوره من سيء. بعد كنقولوا كيفاش التوطين، انت كان جاو شافوها الافارقه هذوما راهو سكنوا فيها. ها تفرج لهنا. هذيا الجلسات الخمريه اللي قاعده تصير كل يوم، خاطر شفنا الماء وباكوات الدخان معناها انتاكت نتاع ليلتها. باهي من بعديك كي جينا نزيدو نشوفوا هاي البيئه، هاي ماكلة التوانسه. شوفوا المصارم، شو المصارم، شوفوا الطنجرة لقيناه، هاي ماكلة التونسي. شوفوا الأمعاء، هذيا راية على وين سبخة السجومي اللي نقولوا نموس وي مش كان من سبخة راه. شوفوا اش تم. باهي هذايا الكل ونحكيو على الفساد الإداري. أي سيدي قلنا شركة اللحوم قالت ما جبتش صناعة، ليش باش تبيعهم ب 21 دينار و900. دخلنا البلاصة قالوا هذايا عاملينها للتخزين وكارينها ب 900 دينار، نلقاوها كارينها الراجل بمليون و200 والسيد يبيع في العلالش ب 26 دينار و27 و28 دينار الكيلو. وهذوما العقود اللي عاملهم مع مؤسسات الدولة، رئاسة الحكومة، محكمة المحاسبات، وديديات كل الوزراء. معناها أنا كي نمشي نشري علوش من غادي ونخرج بيه يقول لي بقداش شريت، ونقول لهم ب 28 دينار الكيلو. منين؟ من شركة اللحوم. ياخذوا في شرعية المؤسسة هذيك. وجبنا الاقتصادية وتسكرت في بنا نقطة البيع. رجعت ود البارح بسيارتي الشخصية نلقاها تبيع ولا صار ولا جرى. خلاف الحرائق وخلاف سيد الرئيس، اليوم نطلب أنا من سيد رئيس الجمهورية، وزارة التجارة، وزارة الفلاحة، وزارة البيئة، والي تونس بربي، والي تونس اللي عامل لنا حملة نظافة للواجهات المدينة. ادخل امشي شوفها، هيا بعيد عليك 5 كيلومتر برا، شوف الشيء، وستكون محور سؤال شفاهي في قادم الأيام.